السلام عليكم. اليوم غنوجدو مسملات معمرين بالشحمه والخضره في الفران، كيجيو يا سلام مقرمشين. سمعوا معايا التقرميشه. في هذه الوصفه غادي نحتاجو جبانيه ديال الفينو وجوج جبانيات ديال الدقيق الابيض. غنضيفوا لهم معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه وخميره الخاصه بالحلويات، وغادي نضيفوا جوج معالق كبار ديال الزيت ومعلقه صغيره ديال الملحه. غادي نجمعوا هاد العجينه بالماء اللي يكون دافي. غادي نحاولوا نعجنوا العجينه ديالنا مزيان. الا كانت عندكم العجينه الكهربائيه كان احسن، ما كانش غادي تحاولوا تدلكوها مزيان مزيان باش نحصلوا على النتيجه اللي بغينا. مورا ما دلكنا العجينه ديالنا مزيان، غادي ناخذ واحد البول اللي غادي ندهنو بالزيت، وغادي نشكل العجينه ديالي بشكل ديال كره ونحطو فيها ونخليوها تخمر لمده شحال ما كانت خمرات بزاف اولا خليناها ترتاح بزاف، شحال ما كانت النتيجه غتكون مزيانه. انا خليتها ساعه ديال المكانه بلا ما قديت الحشوه ديالي. غطيتها بالسلوفان وخليتها ترتاح كي قلت لكم ساعه ديال المكانه. وغادي نبدا نقاد في الحشوه ديالي. في مقله غادي ندير 4 كاس ديال الزيت، 3 الفصوصه ديال الثومه اللي محكوكين، وبصله اللي مقطعه مربعات صغيره. غادي نخليهم يتشحروا شي شويه فوق نار مهيله. مورا ما تشحرات لينا البصله غادي نضيفوا حبه ديال الفلفله الحمراء وحبه ديال الفلفله الخضراء اللي قطعناهم مربعات صغيره. غنضيفوا جوج خزويات ولا الجزر اللي حكيناه في الحكاكه الرقيقه. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال القزبر يابس، ومعلقه صغيره ديال التحميره. غادي نزيدو لهم شويه ديال الزيتون ومعلقه كبيره ديال القزبر. غادي نضيف لهاد الحشوه الشحمه ديالنا اللي حكيتها من الحكاكه الرقيقه، خليتها في المجمد حتى جمدات وحكيتها في الحكاكه الرقيقه. وغادي نديرو معلقه كبيره ديال مركز الطماطم اللي ذوبناها في الماء سخون. نحطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى يتجانس الخليط ديال الحشوه ديالنا، وغادي نغطيو عليه ونخليوه يطيب مده ديال 10 ديال الدقائق. مورا ما دازت 10 دقائق غنطلع على الحشوه ديالي، غنلقاها طابت نشفات وطابت. غادي نضيف ليها شعيريه ديال الارز اللي درناها في الماء سخون من قبل، وغادي نحاول نقطعها ما نخليهاش على طولها. انا قطعتها هنايا شويه ونخلطها مع الحشوه ديالي. غادي نطفيو على هذا الخليط وغادي نخليوه يبرد. نرجعوا العجينه ديالنا اللي خليناها ترتاح. شوفوها تبارك الله كيفاش ولات مرخوفه، نقدروا نشكلوها كيف ما بغينا. نبدا نشكلها على شكل كريات صغيره. غادي نخدم العجينه ديالي حتى نساليها كامله. غنحاول ان الحجم ديال الكرات يكون تقريبا متساوي. مورا ما سالينا اخر كره غادي نغطيوهم ونخليوهم يرتاحوا ما كاملاش 3 ديال الدقائق. مورا ما ارتاحت العجينه ديالنا غناخذ اول كره وغنبدا نبسطها. هنا استعملت، هذا هو السر باش تجي ديك التقرميشه في المسملات ديالنا. غادي نبسطوها بشويه الزبده اللي غادي ندير معاها النشا. غندير مقدار ديال 2 معالق ديال الزبده مع 2 معالق ديال الزيت، وغندير معاهم معلقه صغيره ديال النشا، ونبقى ندهن بهم المسمل ديالي. كيف ما كتشوفوا انا ورقت المسمله ديالي مزيان، وقت ما نبغي نتنيها ندهنها بشويه ديال الزبده والزيت والنشا اللي خلطتهم مع بعضياتهم. غادي نسد المسمل ديالي وغادي نعاود نفس الطريقه حتى نسالي الكرات ديالنا كاملين.
ونعاودو عاوتاني نفس الطريقه الكره الثانيه، نبسطها مزيان مزيان وندهنها بالخليط ديالي اللي فيه الزبده والزيت والنشا، ونتنيها. نحاول وقت ما نتني الورقه ديالي ديال المسمن ندهنها بالزبده والنشا والزيت، وهكا حتى كنساليو الكميه كامله اللي كاينه عندنا. غادي نبداو التعمار ديال المسملات ديالنا. الطريقه باش غادي نعمروهم راه طريقه بسيطه وسهله بزاف. غادي ندهنوا سطح العمل، غادي ناخذوا المسمل ديالنا وغادي نحاولوا نضغطوا عليه حتى نرققوه. ما نرققوش عاوتاني بزاف كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كناخذ الخليط اللي قاديناه من قبل ولا الحشوه اللي قاديناها من قبل، كنعمروا بها المسمله ديالي وكنسدوها. الطريقه دي باش غادي نسدوها، ردوا لها البال مزيان. كنشدوا القناه اللي مقابلين مع بعضياتهم ونزديوهم، ونعاودوا نشدوا القناه الاخرين ونزديوهم ونضغطوا عليهم مزيان باش ما تحلش لينا في الفران. ردوا البال، ضغطوا عليهم مزيان باش ما يتحلوش ليكم في الفران، ونحطوهم في الطاوه ديال الفران اللي درنا ليها ورق الزبده. ونعاودوا نفس العمليه المسمله الثانيه، نبسطوها مزيان ونعمروها بالحشوه ونسدوها كيف ما مبين لكم في الفيديو. كنعاود نقول ضغطوا عليها مزيان باش ما تحلش لكم في الفران. وغنبقاو على هذا الحال حتى نساليو الكميه كامله ديال المسمنات اللي عندنا. كيف ما كتشوفوا غادي نضغط من سالي، غادي نضغط على المسملات ديالي باش نتاكد انهم مسدودين مزيان. وغادي نبدا في التزيين ديال المسملات. انا اختاريت نزينهم بالزيتون الكحل. غادي ندير الزيتون الكحل في وسط كل مسمله، وغادي نورك على الزيتون الكحل في البلاصه اللي سدينا فيها المسمله ديالنا. وغادي ناخذ شويه ديال صفر البيض. الا كان عندكم صوص صوجا خلطوا مع صفر البيض، انا ما كانش متوفر عندي، ولكن الا كان كيعطي واحد المنظر زوين للمسملات ديالنا ملي كيطيبوا. غادي ندهنهم كاملين بالصفر ديال البيض، وغادي نزينهم بشويه ديال الزنجلان وشويه ديال الحبه السوداء كيف ما غيتضح لكم في الفيديو. غنكونوا سالينا التزيين ديال المسملات ديالنا. غادي نديرهم في الفران اللي يكون سخون من قبل. انا شعلت عليه ربع ساعه من قبل، وغادي نديروه في درجه حراره 175. نشعلوا عليه من التحت حتى يتنفخوا لينا شي شويه المسملات ديالنا وحمروا لنا من التحت. عاد نشعلوا عليهم من الفوق حتى ياخذوا لينا داك اللون الذهبي. كما كتشوفوا ها هما المسملات ديالنا وجدوا كيجيو زوينين هشاش مقرمشين، ما تشبعوش منهم. انا متاكده غتكونوا غيكونوا من الوصفات المعتمده عندكم ان شاء الله في شهر رمضان وفي الايام العاديه وفي اللانش بوكس ديال وليداتكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي كومونتير زوين، بارطاجيوه مع الناس اللي كتبغيو بالصحه والراحه.